تيدور روبرت باندي قاتل متسلسل. بقاو معنا باش تعرفوا قصة كاملة ديالو. تولد في فيرمونت بالولايات المتحدة الأمريكية في 24 نوفمبر 1946 لأسرة كاثوليكية متدينة حسب القول ديالو. كان في طفولته طفل ذكي وخجول، ولكن ليس له علاقات اجتماعية، والتحق بكلية الحقوق في ولاية واشنطن عام 1968. يعتبر من أشهر القتلة المتسلسلين بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هذا الشخص وسيم جدا ومثقف، واسمه الأصلي تيودور روبرت كويل، وخدا اسم باندي من زوج والدته. وتم التربية ديالو بواسطة جديه اللي قالوا لي بأنهم هما والديه، وأن الأم ديالو هي أخته، حيت فاش ولداتو ما كانتش متزوجة وكانت في العمر ديالها 22 سنة. وخلال 3 سنوات الأولى من حياته عاش باندي في فيلادلفيا، منزل جديه اللي كانوا كيعتبروه ابنهما، لتجنب وصمة العار الاجتماعية اللي رافقات والدته خارج إطار الزواج في هذاك الوقت. وقالوا للأسرة والأصدقاء بأن جدي باندي هما والديه، وأن والدته هي أخته الأكبر سنا. ولكن من بعد باندي اكتشف الحقيقة وخبر بها صديقته، قال لها بأنه جاء عنده ولد عمه ووراه نسخة من شهادة الميلاد ووصفه بأنه ابن غير شرعي. وتعرف باندي بالجاذبية ديالو الكاريزما اللي كان كيستخدمها للتلاعب مع ضحاياه من النساء الشابات باش يكسب الثقة ديالهم، وكان كيتقرب منهم في الأماكن العامة، وكيتظاهر بأن يا إما عنده إصابة أو إعاقة، أو كينتحل الشخصية بأنه رجل سلطة. وقتل باندي حوالي 12 من ضحاياه وقطع الرؤوس ديالهم، واحتفظ ببعض الرؤوس كتذكار. وبعض الحالات ذكر بأنه كان كيقتحم منازل ليلا وكيقتل الضحايا ديالو أثناء نومهم. حدثت أول جرائم ديالو في 31 يناير سنة 1974 حينما اكتشفت جثة فتاة اللي الاسم ديالها ليندا آن هيلي، اللي ما وجدوا حتى بصمات كتدل على المقتل ديالها أو أي شيء كيستدل به على القاتل. تكرار اختفاء الفتيات، ولوحظ أن تشابه اختفاء الضحايا كان أنهن كلهم نحيلات، يعني ضعيفات، بيضاوات، شعرهم طويل مفروق في المنتصف، غير متزوجات، كيلبسوا سراويل قبل اختفائهن. وآخر وقت اللي كيتشوهدوا فيه قبل ما يتختفوا كيكون دائما بالليل. كان باندي مصاب بالنيكروفيليا، هوس المرض بالأموات، إذ كان يمارس الجنس مع ضحاياه من بعد ما كيقتلهم، وكان كيبرر الجرائم ديالو بأنه مهووس بالصور الإباحية. كان باندي يستدرج الضحايا ديالو وكيتظاهر بأن عنده إعاقة أو إصابة، وبعض الأحيان كيدعي بأنه رجل شرطة أو رجل إطفاء، وكيستدرج الضحايا ديالو السيارة تاعو وكيقوم بالضرب ديالهم على رأسهم وكيعتدي عليهم جنسيا. وبعض الأحيان كان كيمشي للضحايا ديالو هذيك البلاصة اللي كيكون قاتلهم فيها فاش كيلوحهم فيها، بلاصة نائية، كيقوم بوضع المساحيق على الوجه ديالهم، مساحيق التجميل، وكينام معاهم وكيقوم ممارسة الجنس.
ويقول بعض الخبراء بأن عملية القتل اللي كان كيدير باندي كان كيديرهم حيت الحبيبة تاعو هاجراتو، وحاول عدة سنوات باش يرجعها ولكن بدون فائدة. وهذاك الشيء علاش الضحايا ديالو كيفكروه ديما بها. وفي 16 غش سنة 1975 تم الإلقاء القبض على تيد باندي بطريق الصدفة. قبضوا عليه بتهمة الاشتباه بالسرقة. بعد المحاكمة استغرقت أسبوع تمت إدانة باندي، وتم الحكم عليه في أول مارس 1976 ب15 عاما سجن مقاطعة بولاية يوتا. ومن أشهر أقوال تيد باندي: نحن القتلة، تسلمون أبناءكم وأزواجكم، نحن في كل مكان، وسيكون مزيد من أبنائكم موتى بحلول الغد. وفي عام 1977 حاول تيد باندي الهروب مرتين، فشل في المرة الأولى ونجح في المرة الثالثة، وذلك عن طريق حفر حفرة في سقف الزنزانة ديالو بواسطة منشار المعادن. وتسلق هذيك الحفرة وخرج للباب الرئيسي للسجن، وبالصدفة ما لقاش الحارس تما، استغل الغياب ديالو ووصل للرواق الرئيسي للسجن وهرب مرة أخرى، مستعمل أحد السيارات اللي سرقها من موقف العربات. خدا تذكرة لدينفر مدينة شيكاغو ومشى بالقطار إلى آن أربورت، وسرق السيارة إلى أتلانتا وخلاها تما وركب في الكار إلى فلوريدا، وتما قتل 3 البنات. ولقاو القبض على تيد باندي، وهاد المرة تحكم عليه بالإعدام بالكرسي الكهربائي، ونفذوا هذا الحكم في 24 يناير 1989 عندما وجد أنه مذنب في 40 جريمة قتل. ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم، مع فيديو جديد إن شاء الله. وما تنسوش لي لايك ولي كومونتير. من هنا كنقول لكم السلام عليكم.